مهمة تسمح للخلية بالنمو والتجدد والحفاظ على عدد ثابت من الكروموسومات. يتميز هذا الانقسام بمرور الخلية بعدة مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة البين خلوية حيث تكون الكروموسومات غير واضحة وتكون الخلية في حالة نشاط كبير إذ تتضاعف المادة الوراثية وتستعد للانقسام، ثم تبدأ المرحلة التمهيدية التي تظهر فيها الكروموسومات بشكل واضح ويختفي الغشاء النووي، وتتكون خيوط المغزل التي تمتد من قطبي الخلية نحو مركزها. بعدها تأتي المرحلة الاستوائية حيث تصطف الكروموسومات بشكل منتظم على خط استواء الخلية استعدادا للانفصال، ثم المرحلة الانفصالية التي تنقسم فيها الكروماتيدات الشقيقة وتتحرك نحو الأقطاب المتقابلة بفضل خيوط المغزل. وفي المرحلة النهائية تبدأ الكروموسومات بالعودة إلى شكلها الخيطي الرفيع، ويتشكل غشاء نووي جديد حول كل مجموعة من الكروموسومات، وتنقسم السيتوبلازم لتنتج خليتين بنتين متماثلتين تماما في العدد والمادة الوراثية وتشبهان الخلية الأصلية.